السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوبا. دلوقتي هعمل لكم طريقة جميلة جدا للبرجر. زي ما انتم شايفين كده شكله جميل جدا ومش مكلف. طبعا اللي مكلف معانا اللحمة، بس الاطفالنا بيحبوا البرجر وبيطلبوه على طول مننا زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعمله بطريقة بسيطة جدا جدا، هتحبوها تعملوها على طول. هنخش على المكونات. مكوناتها بسيطة جدا. زي ما انتم شايفين كده انا جايبة كيلو لحمة فرمينها كويس. 5 معالق بقسماط، وممكن تكتروا البقسماط بدل 5 معالق 10 معالق بيبقى حلو قوي. وهنحط معلقة فلفل اسمر ومعلقة توابل، 7 حبات، ومعلقتين كبار بصل بودرة، ومعلقة توم بودرة. وهنحط كيس توابل برجر وفصين توم هرسنهم، بيعمل ريحه جميله جدا. وزي ما انتم شايفين كده هنقلبهم مع بعض كويس قوي. اهم حاجه نقلبهم كويس قوي ونتك عليهم عشان خاطر التوابل كلها يعني تخش في قلب اللحمه زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو عندنا كبه هيبقى احسن نحطها في قلب الكبه عشان احنا عاوزينها تبقى ناعمه. ولو ما عندكوش كبه نقعد نهرسها كويس قوي في قلب بعض، عاوزينها تبقى ناعمه قوي. زي ما انتم شايفين كده انا هحطها في الكبه دلوقتي عشان انا عاوزاها تبقى ناعمه. طبعا اللي ما عندكوش كبه خلوا الراجل يتك على يفرمها لكم كويس. دلوقتي احنا جايبين كباسة البرجر. لو ما عندكوش كباسة البرجر ممكن تستعملوا غطا كبير شوية، ولو ما عندكوش غطا او اعملوها مكورة وتتكوا عليها او تفردوها زي البرجر كده بالظبط زي ما انتم شايفين كده. طبعا كباسة البرجر هتبقى احسن. ولو ما عندكوش عادي جدا تعملوها بايديكوا عادي خالص، تفردوها كده بايديكوا زي ما انتم شايفين كده. احنا بنفردها كويس قوي بالكباسة. فعلا طريقتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي ومكونات بسيطة، مش ونفس طعم البرجر بالظبط بتاع بره بجد. ومكوناتها بسيطة جدا ومش حاطين حاجات زيادة ولا بيض ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده انا عاملة كيلو لحمة، عملت شوية حلوين. طبعا نصها حطيتها في الفريزر، وقبل ما نستعملها نحطها ساعة في قلب الفريزر. بس انا استعملتها على طول، بس الاحسن تحطها ساعة اقل حاجة في قلب الفريزر، هتطلع مش هتفك منكم خالص. زي ما انتم شايفين كده فكت شوية، بس هي اما تتحط في قلب الفريزر ايه ت... يعني تحط في الفريزر ما تفكش معاكم خالص. زي ما انتم شايفين كده بجد طعمها حلو قوي زي البرجر بتاع بره بالظبط، فعلا جميلة قوي. زي ما انتم شايفين كده احنا جايبين الكايزر، ممكن تستعملوه في فنه عادي خالص، بس حبيت ابسط بقى اطفالي. والحشوة بسيطة جدا. جبت جبنة شيدر، وقطعت شرايح طماطم وخس العادي خالص البلدي. طبعا اللي مش متوفر من عندكم الكابتشي ممكن تستعملوا الخس العادي خالص، بجد طعمه حلو قوي. احنا مش عاوزين نكلف عليه، اللي موجود عندنا نعمله بيه ونبسط بقى اطفالنا. زي ما انتم شايفين كده هنحط كاتشب، انا عندي اللي بيحب كاتشب واللي ما بيحبش، وطماطم، وممكن تحط شرايح بصل بالظبط. وحبيت افرح بقى اطفالي بمكونات بسيطة والطعم نفس الطعم بتاع برجر بالظبط. زي ما انتم شايفين كده عملت معاه بطاطس وكاتشب ومايونيز، يعني هيأت لهم زي المطعم بالظبط، ومكونات بسيطة. وبسطت بقى اطفالي احسن من بتاع بره بمليون مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.